اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اهله واصحابه اجمعين. هنعمل مع بعض النهارده مخبوزات الدونت. اول حاجه معايا كوبايتين لبن. طبعا اللبن بيكون دافي عشان طبعا هنستعمل خميره. نزلنا باول كوبايه وهنبدا ننزل بالتانية. ممكن تعملي واحده لبن وواحده ميه حسب الموجود عندك. هبدا انزل عليهم بنص كوبايه سكر، وهبدا انزل بقطعه خميره او معلقه خميره فوريه الموجوده عندك استعمليها. هبدا اقلب الخميره والسكر عشان يدوبوا مع بعض. هحاول ادوبهم على قد ما اقدر في اللبن. كده خلاص هما بدأوا يدوبوا. هبدأ انزل عليهم ببيضة، ولو البيضة اللي عندك صغيرة هتنزلي ببطيخ. هبدأ انزل عليهم بمعلقة صغيرة فانيليا. طبعا لازم فيه بيض يبقى فيه فانيليا. وهبدأ انزل بنص كوباية زيت. زي ما انتم شايفين هي كوباية واحدة اللي بعبر بيه، اللي هو المج بتاع الشاي العادي الموجود في كل بيت. كده خلاص انا بحاول افك البيضة. كده خلاص فكت معانا. هبدأ انزل بالدقيق. انا بعبر الدقيق زي ما انتم شايفين كده، او ممكن انت لو مش عايزة تعبريه هتنزلي بالدقيق واحدة واحدة بالتدريج. كده نزلت بأول كوباية، وهبدأ انزل بالكوباية التانية. طبعا هو المقدار ده اخد مني حوالي 5 كوبايات. ممكن ياخد منك 4 او ممكن ياخد منك ازيد، بيبقى حسب نوع الدقيق اللي انت بتستعمليه. كده طبعا انا قلبت العجينه زي ما انتم شايفين، بس طبعا لسه ما خلصتش. هبدا انزل عليه بمعلقتين سمنه كبار او مكعبين زبده الموجود عندك استعمليه. هبدا بقى اعجن العجينه بالسمنه او بالزبده الموجوده لحد ما اتاكد ان العجينه دخل فيها كل الماده الدهنيه اللي احنا مستعملينها. واحنا عايزين العجينه تكون طريه مش ناشفه، بس ما تكونش بتلزق في الايد. ولو عندك عجان عجنها فيه. كده خلاص بعد العجين ما شربت الماده الدهنيه ولمت من كل البلاستيكه، كده تتاكدي ان العجينه بتاعتك هتطلع معاكي زي الفل باذن الله. هنبدا بقى نغطيها. انا بوريكم شكلها العجينه هتطلع معايا زي ما انتم شايفين كده. هتغطيها بقى وتسيبها تخمر. انا خلاص غطيتها وسبتها تخمر، وهبدا اعمل معاكم كريمه الشوكولاته. هبدا انزل بكوبايه لبن، وهنزل عليها معلقتين كاكاو خام، وهنزل عليهم بنص كوبايه سكر. طبعا كده انا ولعت البوتاجاز. كل ده انا هعمله على السخن عشان اتاكد ان الكاكاو والسكر دابوا معانا. طبعا احنا حاطين معلقتين كاكاو لان انا هستعمل كوبايتين لبن. الكوبايه التانيه دكتور هتشوفوها معايا انا هعمل بيها ايه. كده خلاص انا بتاكد ان السكر والكاكاو دام معانا. زي ما انتوا عارفين الكاكاو ما بيدوبش على البارد او بيغلبنا على ما يكون داق. كده خلاص زي ما انتوا شايفينه دام معانا وغلى خلاص. طبعا كوبايه اللبن التانيه انا حطيت فيها معلقتين نشا. انا بوريكم اللي هو داب خالص معايا زي ما انتوا شايفين كده. ما عادش فيه اي تكتلات ولا اي سكر. طبعا كوبايه اللبن التانيه زي ما انتم شايفين معايا اهي، دي فيها معلقتين نشا. هبدا انزل بيها على الكوبايه اللي احنا حاطين فيها الكاكاو والسكر. طبعا لازم فيه نشا يبقى ايدك على طول في الخليط، ما تسيبيش عشان انت لو سبتيه هيتكتل معاكي. كده هفضل اقلب فيه لحد ما يتمسك معايا ويديني القوام اللي احنا عايزينه. كده قوام بدأ يتقل معانا زي ما انتم شايفين كده. طبعا هو لسه على النار لحد ما يطلع معاك المفقعات اللي بتطلع زي ما انت شايفاها قدامك كده. اتاكد ان هو خلاص استوى معاكي. طبعا كده هبدا اطفي عليه النار وهنزل عليه بمكعب زبده. طبعا مكعب الزبده ده هيدوب على السخونيه بتاعت الكريمه اللي احنا عاملينها. زي ما انتم شايفين مكعب الزبده دي لون لامع ازاي.
اللون اللي معايا اللي انتوا شايفينه ده من مكعب الزبده. طبعا هسيبها تبرد. على ما تكون بردت بقى طبعا هقطع معايا العجينه اللي هي خمر زي ما انتوا شايفين، هي كده خمرت معايا. هتبداي تقطعيها كرات متوسطه زي ما انتوا شايفين، انتوا بتكوروها عادي خالص. هعمل معاكم كمان واحده او اتنين عشان اللي ما خدش باله من الاولانيه ياخد باله من دي. طبعا احنا بنكور وبنحط الصينيه في الصينيه اللي هنخبز فيها. طبعا الكره دي طلعت معايا كبيره، هتشوفوها دلوقتي وانا باخد منها قطع، عشان حسيت ان هي هتبقى كبيره جامد دي، لان لسه طبعا هيتخمر معانا، فاحنا مش عايزينها تكون كبيره زياده عن اللزوم. هنبدا بقى نخلص الكميه كلها على نفس الطريقه اللي انتوا شايفينها دي، ويدوبك بتبط حاجات بسيطه زي ما تكوني بتعملي الكايزر كده. كده خلصت كل الكميه ورصيتها في الصينيه زي ما انتوا شايفين كده. هغطيها واسيبها بقى تخمر حوالي ربع ساعه كده او نص ساعه. هنجيب اي كوبايه موجوده عندك في البيت وهتدهنيها زيت زي ما انتوا شايفين كده، وهتبداي تعملي فتحه في نص العجين بالمنظر اللي انتوا شايفينه معايا ده. هتعملي كل العجين بنفس الطريقه. طبعا مفيش اسهل من كده. هبدا بقى انزل الفتحه اللي هي في النص دي عشان تاخد معايا حشوه كويس. كده خلصت كل الكميه زي ما انتوا شفتوها معايا، والكريمه طبعا بتاعتي بردت. حابه تحطها بمعلقه، حابه تحطها بكيس حلواني، حابه تستعملي كيس تلاجة زي انا ما استعملت كده هيكون اسهل. اي طريقه حابه تحطي بيها الكريمه وتريحك استعمليها، بس انا حطيتها في كيس تلاجة كده بتكون اسهل معايا. هنستعملها لحد ما نخلص الكميه اللي معانا. كده انا خلصت اول صينيه زي ما انتم شايفين. طبعا احنا مولعين الفرن على نار متوسطه. طبعا انا بدهنها بخليط البيض، هي صفار بيضه على رشه فانيليا على معلقه لبن. كل ده بتعمليه وبتدهني بيه الوش. كده خلاص انا دهنت الوش بتاعهم. هبدا ادخلهم على الفرن السخن زي ما انتوا شايفينها معايا كده، وممكن تسيبيها بعد ما تحطي فيها الحشوه تسيبيها تخمر كمان 10 دقايق. ده منظرها بعد ما اندهنت. ودي زي ما انتوا شايفين كده بدات ادخلها الفرن. طبعا الفرن على نار متوسطه، بتحطيها على الصاجه اللي في النص. انا مش مولعه لها الشوايه، انت هتسيبيها معاكي لحد ما تستوي، وان حسيت ان هي عايزه تاخد لون من فوق هتولعي لها الشوايه ما يكملش دقيقه واحده وهتلاقي لونها احمر معاكي. ما تسيبهاش كتير عشان الشوايه ما تحمرش وشها او تحرقه منك. وده شكلها بعد ما طلعت معانا، طالعه معانا هشه وزي الفل زي ما انتوا شايفينها كده. وعملنا حاجه حلوه سهله وبسيطه وما كلفتناش اي حاجه. حتى الشوكولاته اللي احنا حطيناها احنا عملناها في البيت من معلقتين كاكاو هتعمليه، وادتنا كميه كبيره. وما استعملناش حاجه غير هي كوبايتين اللبن، طبعا موجود في كل بيت. ولو مش عايز تعملي كوبايتين اللبن ممكن تحطي كوبايه لبن وكوبايه ميه، وهتطلع معاكي النتيجه زي الفل زي ما انت شايفاها كده. دي بقى ممكن في فطار، في عشاء، على ما تعملي الغدا، في اي وقت هتاكليها معاكي وهتكون موجوده معاكي في البيت. زي ما انتم شايفين العجينه معايا هشه ازاي. وممكن بدل الشوكولاته دي ممكن تحط مربى، اي نوع مربى انت بتفضليه. ده شكلها بعد ما بردت، وشايفينها من جوه معانا هشه هشه وطالعه هشه وجميله معانا. ويا رب تكون الطريقه سهله وبسيطه وتجربوها، وما تنسوش اللايك والاشتراك.